فيديو النهارده انا قررت اعمله لكم بناء على اسئله كتير جات لي ازاي اهتم ببشرتي لو انا اول مره عاوزه اهتم ببشرتي ابدا منين. فقررت اعمل معاكم الفيديو ده. الخطوات اللي موجوده في الفيديو هي تنفع مع كل انواع البشره، لكن الروتين اللي انا هتكلم عليه والمنتجات اللي هتكلم عليها هي خاصه بالبشره الدهنيه فقط. اي روتين يا بنات لازم يتكون من 4 خطوات. الخطوه الاولى غسول كويس، الثانيه مرطب كويس، الثالثه تونر، والرابعه سان بلوك. زي ما قلت لكم فيديو النهارده هنبدا فيه ان احنا نتكلم على البشره الدهنيه. اول حاجه في المنتجات زي ما قلت لكم بتاعه البشره الدهنيه غسول كويس، وافضل الغسولات اللي انا برشحها معاكم هو غسول ستارفيل. اول حاجه غسول ستارفيل ده الثمن بتاعه يعتبر كويس مناسب لكل الناس بعد غلاء الاسعار، تقريبا ثمنه عامل 105. مكونات ستارفيل ايه بقى؟ الكبريت، وطبعا الكبريت ده بيعمل على تقليل الافرازات الدهنيه للبشره وبيشيل الجلد الميت. تاني حاجه ماده البنسينول، وماده البنسينول دي بتعمل على الترطيب والتقليل من الالتهابات. وتالت حاجه ماده السلسليك اسيد، ودي بتنظف البشره وبتشيل الحبوب اللي موجوده تحت الجلد، وبتقلل كمان من ظهور البلاك هيدز والوايت هيدز. ورابع حاجه ان هو مستخلص من شجره الشاي، وطبعا شجره الشاي دي بتقلل من ظهور الخطوط الرفيعه. انا بحب جدا الغسول ده. الغسول اللي بعد كده هو غسول لاروش بوزيه. طبعا انتوا عارفين ان منتجات لاروش بوزيه بتبقى غاليه شويه، بس المنتجات دي تعتبر التوب في العنايه بالبشره الدهنيه. اول حاجه ان هو بيعمل على تقليل ظهور الزيوت في البشره. تاني حاجه من مكوناته حمض السلسليك اسيد، وده بيقشر البشره وبيقلل من ظهور شكل المسام. تالت حاجه في حمض الساتريك، وحمض الساتريك ده هو مطهر بيقتل البكتيريا الضاره اللي هي بتعمل على ظهور حب الشباب، وفي نفس الوقت بيعمل من تقليل الاحمرار في البشره، وكمان بيساهم في تخليص البشره من البلاك هيدز والوايت هيدز او الرؤوس البيضاء والسوداء. وهو كمان منعش وينفع استخدامه يوميا. الغسول للبشره الدهنيه بيستخدم مره الصبح ومره بالليل، وهو في منه حجمين زي ما انتم شايفين كده، بيكون حجم كبير وحجم صغير. مشكلته الوحيده ان هو غالي شويه. الحجم الكبير دلوقتي تقريبا عامل 460 جنيه. الغسول اللي معانا بعد كده هو غسول فيتشي بورماديرم. ده يعتبر من افضل غسولات البشره الدهنيه. الصناعه بتاعته فرنساوي. الحجم اللي انا جايباه ده حجم كبير 200 مللي. هو حلو جدا للبشره الدهنيه والمختلطه. من مكوناته حمض الجلوكيليك اسيد. حمض الجلوكيليك اسيد ده بينظف البشره كويس جدا وبينقيها من الشوائب والزيوت. انتوا عارفين البشره الدهنيه بتنز زيوت. تاني حاجه بيحفز من انتاج الكولاجين للبشره، وده بيديها مظهر صحي. تالت حاجه ان هو فيه حمض السلسليك اسيد، وحمض السلسليك اسيد ده بيقلل من التهاب البشره وبرده بيقلل من افرازات الدهون. رابع حاجه في ماده اسمها ماده التريتيتول، والماده دي ماده مضاده للبكتيريا اللي هي برضو بتسبب في ظهور حب الشباب. وكمان الفيتشي ده فيه منه حجمين، حجم كبير وحجم صغير. المشكله برضو بتاعته ان هو سعره غالي شويه، يعني الحجم الكبير تقريبا عامل 450 460، والحجم التاني اقل شويه في الثمن بدايه من 300 جنيه. الغسول اللي بعد كده غسول ديميكاب. انا عن نفسي في المركز برشحه، هو غسول تحفه ثمنه عامل 100 جنيه. بيقبض المسامات، وطبعا لما يكون في غسول قابض للمسامات بيقلل من ظهور الالتهابات والشوايب، كمان بيقلل من ظهور الرؤوس البيضاء والسوداء، وهو كمان خالي من الكيماويات والصابون. الخطوه اللي بعد كده يا بنات في الروتين بتاعنا او الخطوه الثانيه هي خطوه الترطيب. المرطب اللي موجود معانا المرطب بتاع بادي شوب مستخلص من شجره الشاي. والمرطب بتاع بادي شوب ده على فكره افريقي، بيعمل على تقليل مظهر الحبوب وبيقلل كمان اللمعان اللي بيكون موجود في البشره. انا بحبه جدا جدا، ومش عشان احنا بشرتنا دهنيه ما نرطبش. ساعات ظهور الحبوب بيكون سبب قله الترطيب، علشان كده خطوه الترطيب دي مهمه جدا. المرطب اللي معانا بعد كده مرطب شين، وهو مرطب طبي خفيف جدا على البشره، بيعمل على تقليل اللزوجه في البشره، وكمان هو سريع الامتصاص. معنى كده ان انت بشرتك مش هتبقي ملزقه ولا هتتضايقي منه.
وطبعا انا كمان برشحه وتمره حلو جدا وحجمه كمان كبير، واهم حاجه ان هو يكون جل، يعني البشره الدهنيه تختار شان جل، بلاش تاخد شان كريم. وزي ما قلت لكم هو امتصاصه سريع جدا، ومش شرط ان البرودكت اللي انا بعرضها في الفيديو دي تكون هي كل اللي موجوده في السوق، في انواع كتيره طبعا. في كمان لاروش بوزيه خرافه بس غالي شويه، بسيرافي وببنسن. الخطوه اللي بعد كده هي خطوه التونر، وطبعا التونر مهم جدا علشان بينظف البشره بعمق، بيقلل الزيوت بتاعت البشره وبيدي مظهر صحي للبشره، وكمان بيقلل من ظهور حب الشباب. التونر اللي انا ماسكاه ده هو تونر بيكسي، هو يعتبر من افضل التونر المستخدمه في علاج البشره الدهنيه. هو ممتاز جدا وفي منه حجم صغير وحجم كبير، علشان خاطر السعر وعلشان خاطر ممكن تجربي الحجم الصغير. في كمان التونر بتاع بنزلاين وبتاع ايفا وبتاع باليا. الخطوه اللي بعد كده اللي معانا في الروتين العنايه بالبشره هي الخطوه بتاعت الصن بلوك. الصن بلوك ده مهم جدا يا بنات، سواء في الصيف او الشتاء، هو يعتبر خطوه اساسيه في الاهتمام ببشرتنا. عاوزين الصن بلوك بتاعنا يكون الاس بي اف بتاعته تكون 50%. الصن بلوك اهم حاجه ان هو يكون جل علشان ما يكونش سبب في انسداد المسام، واهم حاجه لازم يكون خالي من العطور. الخطوه اللي بعد كده في الصن بلوك لازم يكون غالي شويه. في منتجات كتير في الصن بلوك زي بتاع لاروش بوزيه وزي بتاع نوتروجينا. الصن بلوك بتاع افن بس هو غالي شويه، وفي بتاع سيلو، وفي بتاع بوبي. زي ما قلت لكم لازم الصن بلوك بتاع البشره الدهنيه يكون خفيف، يكون جل او يكون سبراي. وعاوزه اقول لكم كمان ان شركه انفنتي نزلت صن بلوك سبراي. اخر بقى خطوه موجوده معانا في روتين العنايه بالبشره هي خطوه اسبوعيه، وهي خطوه التقشير. طبعا بعد ما احنا عملنا الروتين اليومي بتاعنا لازم كده مره كل 10 ايام او كل اسبوع نختار مقشر يكون مناسب للبشره بتاعتنا. المقشر اهم حاجه يكون مقشر جل، الحبيبات بتاعته تكون خفيفه تكاد ما تكونش موجوده اصلا. المقشر اللي انا ماسكاه معاكم ده هو اسمه مقشر نيتروجينا. وفي كمان مقشرات كتيره قوي موجوده في السوق، ولو المقشرات دي غاليه المقشرات بتاعت الشيت زي الشيتات الموجوده قدامكم دي بيكون فيها مقشرات، الكيس بيبقى عامل 25 جنيه و30 جنيه، ممكن يكفي لمده مرتين. ممكن تجربوهم لو امكانياتكم زي ما بقول كده قليله شويه، هتظبط معاكم جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. المنتجات اللي موجوده معانا كلها في الفيديو دي موجوده في محل اسمه لاروز. المنتجات بتاعته كلها اوريجينال، انا نفسي بتعامل معاهم. المنتجات بتاعتهم حلوه قوي، عندهم توصيل لجميع المحافظات. وكمان يا بنات عندهم كود خصم حلو قوي باسم مركز شايني، يعني انت لو قلت لهم انا تبع مركز شايني هيعملوا لك تخفيض حلو قوي. لو عايزين تعرفوا مكانهم فين كلموني وانا هبعت لكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا شير وتعملوا لايك علشان اكبر عدد من البنات يستفيد من المعلومات دي زي ما انتوا استفدتوا. مع السلامه.